السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في فيديو جديد من فيديوهات ماما التعليمية عن الفعل اللازم والفعل المتعدي. احنا اتكلمنا عليه في معلومة سريعة، تعالوا نشوف أمثلة عليه ونتكلم عليه بتفاصيله. تمام. الفعل اللازم هو الذي، برافو عليك، لا يحتاج لمفعول به ويكتفي بإيه؟ بفاعله. تمام. طيب الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله ويتعدى ليأخذ مفعول به لإتمام معنى الجملة. يبقى اللازم لا يحتاج لمفعول به، لكن المتعدي يحتاج لمفعول به. تمام. تعالوا نشوف الأمثلة ونربط بين الشرح والسمع بإذن الله. يلا بينا، اتفضلوا. شوف بقى يا سيدي، دي أمثلة لإيه؟ للفعل اللازم. الفعل اللازم: نام الطفل. هنا فعل وفعل مش محتاج ايه؟ مفعول. هقول نام الفعل، نام الطفل قصدي، نام فعل ماضي مبني على الفتح، والطفل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة لأنه مفرد، وكده المعنى اكتمل بدون مفعول به. عاد المسافر إلى وطنه، اكتمل بالفاعل ولم يتعدى لمفعول به. خرج الطالب من المدرسة، برضو أيضا اكتفى بالفاعل ولم يحتاج لمفعول يكتمل المعنى. طيب دي أمثلة اللازم. يبقى اللازم لا يحتاج لمفعول به والمعنى يكون تام. نيجي بقى لأمثلة الفعل المتعدي. شرح المعلم الدرس. الفعل هنا شرح تعدى بالفاعل اللي هو المعلم إلى المفعول به ليتم المعنى. لو أنا قلت شرح المعلم فقط، الجملة ناقصة، محتاجة إيه اللي اتشرح، إيه اللي اتعمل فيه فعل الشرح من الفاعل اللي هو المعلم. برافو عليك. يبقى هنا المتعدي تعدى الفاعل ليأخذ المفعول به ليتم معنى الجملة. طيب قرأ الطالب القصة. الفعل قرأ، هل اكتفى بالفاعل بتاعه عشان تتم المعنى؟ لا. قرأ الطالب ايه؟ القصة. يبقى القصة هنا ايه؟ مفعول به تعداه الفعل لإتمام المعنى. شكرت الله. هنا الفعل متعدي لم يكتفي بفاعله. تمام. هنا شكرت مين؟ أنا. شكرت أنا الله، فعل وفاعل. الله هنا مفعول به، لفظ الجلالة مفعول به. في ملحوظة مهمة لازم نعرفها: الفعل المتعدي، الفعل اللازم فعل وفاعل، تمام، والجملة انتهت واكتملت معناه. لكن الفعل المتعدي فعل وفاعل ومفعول به. خلينا فاكرين ومتفقين ان الفاعل دائما مرفوع والمفعول به دائما منصوب. يا رب يكون المعلومة عجبتك، وما ننساش تكتب لي في التعليقات اي درس محتاج نعرفه بكل تفاصيله، وما تنساش الشير وتفعيل الجرس والاشتراك، وشارك زملائك في مشاهدة الفيديو لتعم المعلومة على الكل. ان شاء الله اشوفك الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.